اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف امبابي وانا دلوقتي في قلب امستردام، في نص امستردام عند برنس خراخ. والنهارده اليوم مش عادي زي ما انت شايف كده، الدنيا زحمه وزحمه جدا جدا جدا. ليه؟ هنا الدولة، هنا الناس، الشعب اللي هنا بيعشق حاجة اسمها حفلات، بيحبوا الحفلات، يعني يمكن بيحبوا الحفلات هنا أكتر من أهلهم. فالكل حاجة عاملين لها عيد، يعني هم عاملين عيد لكل حاجة. عندك عيد الملك، وعندك الكريسماس، وعندك عيد الحرية، وعندك عيد الحب، عيد الأم، عيد الأب، عيد الكلاب، عندك مليون ألف نوع من الأعياد. وفي بقى فترة كده معينة بيعملوا فيها أعياد لحاجات مختلفة جدا. إيه هي الحاجات ديت؟ هي يعني حاجات بلس 18، أعياد بلس 18 وبلس 25 كمان. أنا مش عارف إذا سامعيني كويس ولا لأ، بس خلينا نبدأ إن الفلوج بتاع النهارده باستغفر الله العظيم يا رب. ويا ريت يعني ما تنساش تعمل ديسلايك، عشان الفيديو دوت هيكون أقذر فيديو أنت هتشوفه على اليوتيوب، وأقذر فيديو في القناة عندي. ويا ريت يعني ما تتفرجش عليه أصلا. فلو انت مش 18 بلس او حتى 20 او 21 30 بلس، لو انت مش 30 بلس يا ريت ما تتفرجش على الفيديو ده، لان الفيديو دوت يعني قذارة. انا نفسي مش مؤذ منها، انا نفسي حرفيا مش مؤذ من القذارة بتاعت الفيديو دوت، بس مش مهم. يعرض هذا المحتوى لأغراض التوثيق والعرض الثقافي فقط، بهدف تقديم مشاهد أو لقطات من فعاليات أو مظاهر ثقافية في سياق إعلامي أو معرفي. لا يعد هذا المحتوى بأي شكل من الأشكال ترويجاً أو دعوة أو تشجيعاً على أي أفكار أو ممارسات أو توجهات قد تتعارض مع القيم أو العادات أو المعتقدات السائدة في المجتمع المصري أو العربي. جميع المقاطع المصورة مأخوذة في أماكن عامة ومفتوحة أو من مصادر متاحة علناً، وتم عرضها في سياق توثيقي إخباري بحت دون نية للإساءة إلى أي طرف أو خدش الحياء العام. أي تفسير آخر للمحتوى يقع على مسؤولية المشاهد وحده، ولا يتحمل سيف أمبابي أو القناة التابعة له أي تبعات قانونية أو معنوية ناتجة عن سوء الفهم أو التأويل أو إعادة استخدام المحتوى خارج سياقه الأصلي.
حرفيا الحاجات ديت هنا يعني ثقافة من الثقافات بتاعتهم، فعشان كده يعني تلاقي الكل نازل الشارع وبيحتفل بالحاجات ديت. انا مشيت دلوقتي من المكان قذارة يعني بلا حدود. مشيت منه ورايح دلوقتي يعني هعدي على واحد صاحبي هسلم عليه. الفلوج دوت عامله كنوع من اللي هو الوقت اللي المفروض ما تجيش فيه هولندا، او اللي هو يعني ايه اللي ممكن تتوقعه برضو من هولندا. يعني انا حرفيا يعني مش بروج لحاجة ولا بعمل كده عشان فيوهات ولا مشاهدات، رغم ان يعتبر عملت فيديو زي دوت قبل كده السنة اللي فاتت، هسيبه برضو تحت في الوصف. بس الفيديو دوت برضو جاب مشاهدات كتير، 3700 ولا حاجة. بس الفكرة مش فكرة المشاهدات، بالعكس يعني الفيديوهات ديت اللي هي الحاجات اللي فيها الحاجات الشمال، الحاجات اللي مش مظبوطة ديت ما رجحش بيها خالص. ثانية احنا وصلنا خلاص يعتبر. خلينا نخش نسلم على صاحبنا. انا من شوية رحت سلمت على واحد صاحبي، و صاحبي دوت هسيب برضو فيديوهات عملتها معاه، احمد، هسيبها لك تحت في التعليقات. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Very good. Nice. Es relajo. ودلوقتي يعني بتمشى في امستردام، هشوف كده لو لقيت حاجة مميزة ولا حاجة هصورها لك، ما لقيتش يبقى خلاص. هشوف يعني الدنيا فيها ايه وعلى ايه. قول لي بقى يا صديقي، تحب تيجي هولندا ولا لا؟ اكتب لي تحت كده في تعليق حلو، تحب تيجي هولندا ولا لا؟ هي البلد جميلة وحلوة، بس يعني فيها ثقافات غريبة شوية وحاجات يعني قذرة جدا جدا جدا. يلا ربنا ياخدهم واحد ورا التاني كده اهوت، ربنا ياخدهم كلهم. انا مش عارف اصلا ايه اللي نزلني اصور النهارده، يعني النهارده اوحش يوم ممكن تيجي فيه هولندا يعني، والدنيا زحمه بقى وتلزيق وقرف. يلا هنشوف الفلوج دوت هيطلع معانا في الاخر عامل ازاي. المكان دوت هنا هوت حرفيا اشهر مكان للصور، عشان كده هتلاقي كل الناس بتيجي وتتصور هنا هوت على القنوات بتاعت امستردام وورا محطة القطر. فالمنظر هنا بجد تحفة، بالورد بقى بالحاجات ديت، يعني المنظر تحفة. دولت برضو بيتصوروا. طيب احنا كنا خلاص يعني هنموت من العطش، بس الحمد لله جبنا ازازة مية. بسم الله. احلى حاجة المية لما تبقى ساقعة وانت بتشربها كده اهوت. المهم انا كنت عايز اقول حاجة كده اهوت. يعني انا اخر فيديوهين دولت طلعت سويسرا وطلعت على بريطانيا على لندن، وكل حاجة بعملها بالعربية يعتبر. والعربية هنا في هولندا حاجة مهمة جدا، يعني هنا لو العربية بتاعتك باظت كل دنيتك كلها باظت يعتبر. بس الفكرة ان انا الاسبوع اللي فات يوم الحد العربية كانت هتتقلب بيا، يعني حرفيا شفت الموت بعيني يعتبر.
بس الحمد لله اللي بيجي في الحديد بيتعوض. هي التصاليح بتاعتها بحوالي يعني ما يعادل 300 ألف جنيه مصري، فاللي هو يعني رقم يعني. كانت شوية أصلا وهتتصنف خردة وتترمي، عربية أودي تتصنف خردة وتترمي، بس الحمد لله جت سليمة والدنيا زي الفل ولذيذة، فاحنا مكملين. بس الموضوع دوت بصراحة الفترة اللي فاتت ديت كان مؤثر على نفسيتي جدا، ويمكن دوت اللي مخليني برضو حتى النهاردة مش متحمس. ده غير طبعا ان موضوع الفلوج بتاع النهاردة دوت يعني يقرف الواحد اصلا، فاللي هو يعني مش حاجة لطيفة ولا حاجة لذيذة. فما تنسانيش بقى بالديسلايك بتاعك عشان الفيديو دوت ممنوع حد يشوفه. وقول لي ايه رأيك في ان دولة عندها عيد العجل، عيد البسكليتات، عيد الشواذ. طيب يا صديقي خليني اكلمك شوية عن الاحتفال القذر اللي هنا بيحتفلوا بيه دوت. الاحتفال دوت يعني عاملينه علشان عدى 25 سنة على أول زواج شخصين من نفس الجنس، يعني من الآخر كده أول زواج قانوني رسمي فهمي نظمي لعجلتين. والاحتفال دوت يعني بيحتفلوا بيه كل سنة، بقى لهم دلوقتي 25 سنة بيحتفلوا بيه كل سنة حرفيا من أول ال 25/7 كده تقريبا لغاية 29/7. يعني موضوع كده غريب وقذر ومعقد، فيا ريت تتجنب انك تيجي هولندا في الوقت دوت، مش هتنبسط خالص. لان يعني زي النهارده كده في الالوفات من البشر ماشيين في الشارع باقذر المناظر اللي ممكن تتخيلها واللي ممكن تشوفها في حياتك. وغير كده مش ماشيين في الشارع وبس، يعني شوف المراكب اللي ورايا ديت. المراكب ديت في 80 مركبة حرفيا معمولين بس مخصوص للعجل عشان الشواذ يركبوا عليها ويتركبوا عليها. فيعني مناظر قذرة بصراحة، أنا اتقرفت. ديت حاجة من ضمن الثقافات الهولندية، إذا أنت بقى كنت مع أو ضد، فدي حاجة ما تخصناش احنا، دي حاجة تخصهم هم، وديت حاجة من ثقافتهم، يعني حاجات يعني هم بيحبوها. انا بصراحة بتقرف من الحاجات ديت، والمفروض ان اي شخص طبيعي يكون برضه بيتقرف من الحاجات دي. وزي ما في كل دولة في الحلو وفي الوحش، هولندا برضو في الحلو وفي الوحش. وديت يعني الأسبوع دوت يعني حاجة من الحاجات بقى إيه الوحشة. بس سيبنا احنا من كل الكلام دوت وخلينا هنا كده اهوت على المية والشمس، نستجم شوية كده اهو. انا هروح دلوقتي، ويا رب اصلا يعني الفلوج دوت انزله، عشان بصراحة يعني انا ما كنتش مبسوط خالص وانا بصوره. ف يلا خلينا نشوف بقى هننزل الفلوج دوت ولا لا، انا مش عارف، بس يلا على الله ان شاء الله. انا دلوقتي هروح واركب القطر عشان عربيتي بايظه للاسف، لسه بتتصلح. خير ان شاء الله، اللي يجي في الحديد يتعوض يا روح قلبي. I'm swimming. ومن قدام السنترال ستيشن بتاع امستردام، محطة القطر بتاعت امستردام، احب اقول لك ما تنساش الديسلايك وانسى الشير
يعني لو حبيت تكتب رايك في التعليقات تكتب، ما حبيتش خلاص، لان كده كده مش عايز الفيديو دوت ينتشر. المهم احب اقول لك كان معك سيف امبابي من قلب امستردام. سلام.